في حته مش هتتعلمها في اي حته في الدنيا. كل ما بتحط كل ما بتبقى النتيجه افضل. بتعمل التكنيك ده وده اعلى تكنيك في العالم. حلقة جديدة مع عالم الأغنام مع كريم. وصلتني دعوة من أساتذتي وشرفت بيها لزيارة مزرعة إنتاج حيواني في النوبارية مع طلبة الكلية كخريج لجامعة عين شمس. وصلنا مزرعة صندوق التأمين على الماشية مع شراكة مع جمعية الإنتاج الحيواني. لفينا جوه المزرعة وشوفنا المنتج الجديد اللي هنكلمكم عنه مع دكتور يعتبر من علماء مصر في عالم التغذية. دكتور احنا بنفتخر، وانا شخصيا بفتخر ان كان استاذي وسيظل ان شاء الله استاذي، بتعلم منه كل يوم. دكتور هاني جادو، استاذ تغذية الحيوان في كلية الزراعة جامعة عين شمس. كنت محظوظ جدا في اليوم ده كمان لان دكتور حمدي موسى استاذ علم التغذية كلية الزراعة جامعة عين شمس كان موجود وهو استاذي ايضا، وشرفت جدا جدا بمقابلته. واخدنا الجولة مع دكتور هاني ودكتور حمدي، ورونا احدث الوسائل للتغذية وعملنا معاهم لقاءات مهمة جدا مليانة معلومات. تابعونا. احنا بنتشرف النهارده مع دكتور هاني جادو، وبنحب نشكره جدا 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 على اتاحه الفرصه دي ان احنا ناخد من خبره حضرته ومجاله الكبير جدا ان يفيدنا. وعايزين نساله اسئله. اول حاجه، في منتج جديد دكتور هاني بيقدمه اسمه هاي برو. احنا عايزين نعرف دكتور هاني، اهلا وسهلا اولا. يا اهلا بيك يا حبيبي. عايزين نعرف الهاي برو ده عباره عن ايه، هيفيدنا في مجال التغذية ازاي، وبيساعد المربي في انه يحقق مكسب ويقدر يوفر في تكاليف العلف اليومية بتاعته اللي بقت باهظة جدا يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه هو الهايبرو؟ الهايبرو ده عبارة عن منتج بينتج نتيجة التخمر، بحيث ان احنا بنوصل لنسب من البروتين في السائل 80%. هو منه حاجتين، سائل وباودر. فالسائل بتوصل 80% والباودر حوالي 60%. المنتج ده عبارة عن تخمر بكتيريا وبعض أنواع الفطريات زي السكرومايسيس. بيتعملوا خليط معين ويتم التخمر مع مواد أخرى بحيث ان احنا نوصل إلى نسبة البروتين. نسبة البروتين دي ما هياش ده الهدف الأساسي، هو هدف مهم جدا، لكن كمان التركيبة بتاعته. فهو يحتوي جنب ده أحماض أمينية مميزة جدا متقاربة تقريبا في التركيبة بتاعت الصويا. أحماض أمينية ممكن الاستفادة منها بصفة مباشرة. يضاف على كده كمان في أنواع البكتيريا ديت بتوصل لتركيز في الجرام 10^-20، حوالي 4 أنواع من البكتيريا، ومعاهم السكرومايسيس. فإذا عندي النهاردة أنا عندي بروتين نباتي، عندي أحماض أمينية، عندي بكتيريا، وعندي الانزيمز بتاعتها اللي هي زي البروتيز والالفا اميليز والزايلينيز والسيروليز والفايتيز، بحيث ان احنا تبقى شامله على حاجات تبقى تنفع في انشطه الحيوانات المختلفه. بعد كده في عندنا اورجانيك مينرالز وفيتامينز موجودين فيها. ينضاف على ده انها بتلعب مضاد للسموم، رافع مناعه. ممكن في الحالة دي يوم انت بتيجي بتركب التركيبة، فانت بتلعب على كذا حاجة. انت عندك مجموعة حاجات تقدر تشتغل بيها في نفس التوقيت، بحيث انه في النهاية نختصر التكاليف دي مع تقليل كمان حاجات زي الصويا او بعض المواد الاخرى، بحيث ان احنا في النهاية لما بنيجي بنركب التركيبة العلفية التكاليف بتقل. فلما بيحصل عملية ان التكاليف بتقل، تبتدي عندك انت ايه، الحيوانات عندك تبتدي انتاجيتها تبقى اكبر واحسن وكده. انا بس عايز اديك مثل صغير خالص. احنا النهارده كنا فيه، ايوه، وكنا في مزرعة صندوق التأمين على الماشية في النوبارية، اللي هي في النوبارية، اللي أيوة. هي في مشروع مشترك ما بينهم وما بين جمعية تنمية الثروة الحيوانية. تمام. اللي موقفين عندهم حيوانات حاليا حوالي 500 راس برازيلي شمالي،
بياكلوا التركيبه العلفيه اللي هي خليط من المركزات دي زائد الهاي برو معاهم سلاج الذره. الهاي برو موجود بصوره سائله، يعني بيتحط على المواد المالئه، وبصوره بودر يتحط على العلب. صحيح كده؟ بالظبط. اقدر استخدمه في الناحيتين يعني. وتقدر تستخدمه كمان في انك انت تعمل قمر فيه مع مواد علفيه خشنه فبيهضم في الالياف ويحسن في القيمه الغذائيه بتاعتها. ده في السلاج والمخمور. ده ممكن قوي تعمله كده. السلاج هنا مش سلاج ذره بس، انت ممكن تعمله سلاج انواع مختلفه كتيره جدا. أيوة. فده بيساعد على تحسين النيوتريتيف فاليو زائد سلاج الذره الاساسي. تمام. فالمشروع هنا كان بياكل الحيوانات دهيت. المعدلات اعتقد ان احنا كلنا سمعنا بنتكلم فيه، يمكن مش عايز اقول انها وصلت معدلات فوق 1.5 كيلو واكتر من كده. طب قبل استخدام الهاي برو كان معدلات المزرعه اللي حضرتك طبعا يعني متابعها كانت قد ايه، وبعد استخدام الهاي برو في وقت قد ايه فرق المعدلات؟ بص طبعا ارقام متوسطه يعني. الشمالي عاده البرازيل الشمالي بيلعب في حته الكيلو وربع، كيلو 300. تمام. ده عاده. القصه هنا في الهاي برو بيعمل ايه؟ ايوه. مش بس انت بتشيل بروتين وتحط بروتين، لا، انت بتغير في الحاله الصحيه العامه للحيوان، بتغير في نظام الميكانيزم بتاع الهضم. ايوه. في طريقه ازاي ان الحيوان بيهضم ويبتدي يشتغل تحت ستريس قليل من المواد اللي انت قاعد تديها للحيوان وتبقى صعبه الهضم وكده. فانت بتعمل عمليه تحسين حاله عامه للحيوان، فبتكون نتيجة ده بينعكس ده بقى على الإنتاجية، بينعكس على إن الحيوان يبقى واقف في حالة جيدة جدا وناشطة وهكذا يعني. تمام. المنتج ده مناسب للأبقار والجاموس بصفة خاصة، ولا للأغنام كمان والماعز كل المقطرات مناسب جدا؟ بالحقيقة احنا جربناه على كل المقطرات، وأضيف عليك احنا جربناه كمان مع الدواجن والأسماك. يعني ممكن نستخدم في الدواجن. وكان جايب نتائج حلوة جدا، والبرفورمانس كان بتاعهم ظريف، وبيقلل طبعا مشاكل التغذية التكاليف العالية دلوقتي فيه. فالتجارب اللي احنا عملناها كانت حاجة جيدة، أسماك ودواجن كمان. طب بيتحط بمعدل قد ايه يا دكتور عبد؟ شوف انت على حسب الحيوان ونوعيته، يعني مثلا ال 14% علف مع 70% او 65% تي دي ان، احنا حاطينه بنسبه حوالي 1.4% في العلف، يعني حوالي 14 كيلو في الطن. فوانا بركب او الراجل اللي بيراكب او الاخصائي التغذيه او المهندس الانتاج الحيواني اللي بيراكب بيحط التركيبه دي بحيث ان هو يوصل للرقم اللي هو عايزه، فبيقلل بقى من المواد الاكساب اللي هي ارقامها عاليه. وكمان ممكن ان هو لو في عنده عالية. ولو في خماير ممكن بيبقى لانها جواها خميره، فانت ممكن ما تبقاش عايز. لو بتضيف انزيمز او بروبايوتكس برضو موجود جواها. لو انت مثلا مضادات سموم نفس العمليه، انت هنا مضادات سموم بيولوجيه. يعني انا بقدر مع الهاي برو اقلل المضادات السموم اللي انا بحطها في العلف؟ تكاد تشيلها خالص يعني ممكن اشيلها خالص واعتمد على الهاي برو كانه مضاد سموم. بالظبط كده، ورافع مناعه كمان. ورافع مناعه. طبعا. ممتاز جدا. طبعا. ممتاز جدا. في نصايح حضرتك تقدر تديها للمربي عند استخدامه الهاي برو قبلها او بعدها، او بيتغير اي حاجه في الحيوان اثناء استخدامه، يعني بيحتاج فتره مثلا تدريج او اي حاجه بحيث ما يعملش اي مشاكل؟ نهائي خالص. الماده امنه جدا، ففي ناس بتحط يوريا في العليق، اقول لهم بلاش الحاجات دي خلاص، لان انت هنا بقى عندك منتج امن جدا. فعمليه التدريج ما فيش، انت ممكن تحطها وتاكل على طول. تمام. عايز الناس تفكر في التغذيه على اساس انه انا بتكلف قد ايه وبيطلع قد ايه، وبعدين النتيجه هتكون شكلها ازاي. يعني يا جماعه الخير لازم نفكر بقى بطريقه شويه مختلفه عن الطرق التقليديه اللي احنا قاعدين ناكل بيها طول الوقت. تمام. ده مش معناه ان احنا لا ابدا، ده الحيوانات اهيت ما شاء الله وجايبه نتائج حلوه والدنيا جميله ان شاء الله. وشوفنا كمان النهارده يعني صحه الحيوان ما شاء الله بعين صحيح. غريبه، حاجه كانت الشعره لامعه جدا، كانت الحمد كذا. لله. الحمد وكمان لله. المهندسين في المزرعه ومدير المزرعه كان بيشيد بالمنتج ان شاء الله انه يبقى حاجه كويسه. انا عايز اضيف حاجه كمان في حيوانات اللبن. حيوانات اللبن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جايبه نتائج كويسه جدا، ورفعت حوالي تقريبا كان لتر لبن في الجاموس. ما شاء الله. ففي نتائج حلوه في هذا. وكمان هو بيقدر، يعني هو تكاليفه يعتبر لما بيشيل الحاجات اللي هي زي كزب الصويا، الحاجات اللي هي غاليه ما يعتبر ما بيكلف. انت بتعمل التوازن في العلف. فدي مهمه قوي. يعني انا مش عايز الناس تحس ان احنا هنشيل مكرونه ونحط رز. ده هي مش كده خالص يعني. يا جماعه
معلش حتى لو يعني استعينوا بالناس اللي تقدر تظبط لكم، الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي، لكن الموضوع سهل خالص وده منتج آمن وما فيش فيه أي حاجة. في سؤال كمان مهم جدا يا دكتور، هل اللحمة كلون أو طعم أو جودة أو نسبة توزيع دهون مع لحمة داخل الأضحية، هل الهايبرو بيعمل أي فرق إيجابي في الموضوع؟ ده صحيح، احنا عملنا كان شغل وجربناه، والحقيقة في مع مجموعة كان من ضمنها دكتورنا العزيز حمدي موسى، وكان بعض الطلبة كانوا واحد منهم من خارج مصر، وكان الشغل ده في بعض الحيوانات زي الأرانب الأمينو أسيدز الحقيقة لقينا فيها اختلافات، فإذا حصل عندنا نوع من أنواع التغيير في التركيب بتاع الأحماض الأمينية في النسيج بتاع الحيوان. الحيوان عموما عادة يعني احنا بنلاحظ ان نسبة الدهن اللي هي السبكوتينيوس اللي تحت الجلد بتقل، فده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تأثر في جودة اللحوم اللي هي بتعرض في الأسواق. والله أبدا، أنا بس عايز أقول إنه إحنا مشاكل التغذية فيها حلول، وتوفيق ربنا طبعا من قبل أي حاجة. يعني أنا عايز بس أكون واضح جدا إنه هو توفيق ربنا ثم توفيق ربنا ثم توفيق ربنا، فإحنا كلنا بنجتهد. بس استخدام طبعا أحدث الوسائل اللي موجودة ده بيساعد في تقليل التكاليف. طبعا أنا بس عايز أوضح دي، يعني عشان بس مش عايز حد يتخيل إنها كلها إحنا بنجتهد وبنحاول نسعى وكل حاجة، وبعدين توفيق ربنا، هو توفيق ربنا، فربنا يبارك لنا ويوفقنا كلنا. احنا يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي. العفو يا راجل، العفو يا حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك. اتوقع بالتوفيق ان شاء الله في قناتك ديت الجميله، وربنا يوفقك وان شاء الله. يعني ان توعدنا ان لو في اي اسئله او اي حاجه نقدر نبعتها لحضرتك قوي تحت امرك. لا، عينيا طبعا. شكرا يا دكتور، فرصه سعيده جدا. العفو يا حبيبي، العفو يا حبيبي.